بالنسبه للنادي الاهلي على صعيد الثوابت الارقام الثابته، وعلى صعيد كمان نسبه اعاده البيع. ويمكن هي دي التركيه المهمه اللي انا اتناقشت معاك فيها قبل كده. ارتفع سعر الامور المتعلقه باعاده البيع من 10% ل 15%. حته كده من الكواليس، اذا الصفقه تمت وهي اقرب ان شاء الله باذن الله، برشلونه سيقوم بدعوه الكابتن محمود الخطيب لزيارته في نوع من انواع التقارب. كابتن الخطيب كان موجود في فتره اعتقد من حوالي شهر مثلا ولا حاجه، ستتكرر هذه الزياره شهر 7 بالظبط كده، شهر 7. كويس ان انتم فكرتوني. واعتقد ستتكرر هذه الزياره مره اخرى، وممكن خلال اليومين الجايين نسمع رد النادي الاهلي في موضوع حمزه عبد الكريم، ويرحل حمزه عبد الكريم الى صفوف برشلونه. الاصابه بتاعته النهارده عباره عن كدمه، ان شاء الله باذن الله ما تاثرش باي حال من الاحوال. استاذ محمد، منورنا ومشرفنا. تسلم يا حبيبي، ربنا يخليك. فخلينا ابتدي معاك من موضوع حمزه عبد الكريم، عايز اسمع راي حضرتك فيه. شوف، عندنا يعني شويه معوقات او قناعات راسخه عند ادارات الانديه بشكل عام، يعني بتتسبب في بطء الاجراءات، يعني بتنعكس كتير قوي حتى في التعاقدات العاديه. يعني لو دخلت موضوع مثلا حامد حمدان، مش عارف قبله فلان، بتنعكس ايضا على مساله احتراف لاعب. من حق الاهلي طبعا انه يحافظ على حقوقه، لكن انا اعتقد برضو انه كان في بعض التاخير اللي كان من المفترض انه يحسم صفقه سفره الى برشلونه، او حتى صفقات سابقه او صفقات موازيه. عندنا مشكله كبيره قوي يعني في الاهلي وفي باقي الانديه على فكره، وفي المنظومه الرياضيه طبعا بشكل فادح، يعني في مساله تاخير القرارات. اللي اتقال انه الاهلي عايز يحافظ على حقوقه، لكن لازم نلاحظ يا جماعه انه اي شاب صغير بيجي له عرض هو مش معني قوي بقصه النادي هياخد كام، ممكن يكون في الباك جراوند وهو كمان ما وصلش للسن اللي يخليه يبقى عنده رصانه في التفكير يعني، ويراعي الحقوق. يعني دايما هيبدي او في الاولويات بالنسبه له مساله السفر والاحتراف، ايا كان. اذا كانت الخبر صحيح، وانا بثق في اخبارك يعني، فخطوه كويسه، ونتمنى انه يكون في خطوات اخرى للاعبين اخرين يعني. احقاقا للحق، وانا اكثر انفتاحا جدا على الحديث مع الناس في الاهلي صدر عنه ما لم يكن صحيحا. انا بقول المعلومه والله صادقا، يعني صدر عنه انه الاهلي مش عايز يسيب حمزه عبد الكريم ومتعنت. هو كل ما في الموضوع انه الاهلي عايز يقول لك في الاول وفي الاخر انا هطلع لعيب على الاقل ابقى ضامن ان انا هاخد رقم كويس. لذلك قال لك انا ما عنديش مشكله ان انا اسيبه ويمشي 6 شهور ببلاش يا استاذ محمد، 6 شهور ببلاش، وتعالى بعد كده قول لي الكام بكام، تعالى نتفاوض. فبرشلونه قال لك لا عليا انا اجيبه لك ويظهر عندي، فبص الاقيك بتطلب فيه ارقام، او انديه ثانيه تطلب فيه تحط لك فيه ارقام فسيبه. فاحقاقا للحق الاهلي كان في الموضوع ده هادي جدا جدا وثابت، وفي نفس الوقت انا يمكن قلتها. لا، ما هو يا ابراهيم الهدوء في حد ذاته يترجم على انه بطء. يعني انا واثق ان الاهلي عنده رغبه في تسفير حمزه وغيره، ودي رغبه راسخه عند مجلس الاداره يعني وعند المسؤولين في الاهلي، لكن المساله تتعلق بديناميكيه القرار، انه يكون اسرع شويه، لانه وارد جدا انه زي ما حضرتك دلوقتي قلت خبر سعيد لحمزه وسعيد للاهلاويه ولصالح الكره المصريه، انه ممكن كان يبقى الخبر سلبي. أيوة. انه هذه العطله او البطء في اتخاذ الاجراءات ياثر، فالناس الثانيه ما هياش اهلاويه، بتوع برشلونه مش اهلاويه خالص يعني، لا لا. يعني ما يهموش. اوكي، بيزنس. المساله بيزنس. هو شايف لعيب واعد حريص عليه، لكن اذا كان هناك معوقات هيشوف غيره والسوق موجود. فاحنا محتاجين شويه اسراع في او الغاء بعض الطبقات في اتخاذ القرار. عندنا طبقات كده، يعني لازم نعدي على فلان على فلان على فلان على فلان لحد ما نوصل للرأس الكبير يعني، او صانع القرار او متخذ القرار النهائي. مطلوب تذويب الطبقات دي شويه. طيب عظيم، انا هروح لك انت ربنا يخليك، وبعدين نقوم جايين كده براحتكم. جون ادوارد، ما تعليقك على هذا البيان وما هو الموقف الحالي داخل نادي الزمالك؟ عندي 3 محاور عايز اكلمك فيهم بناء على البيان. اولا لازم نبقى متفاهمين ان حتى من اول ما انت كنت بتتكلم يعني وسردت سرديه الارض وليه انت متضامن فيها مع نادي الزمالك، فالموضوع اكبر من بيان جون ادوارد او غير جون ادوارد. يعني الموضوع اكبر من كده بكتير.
الزمالك هو نادي من الركن من اركان الرياضه المصريه، عنده ازمه كبيره جدا جدا بقاله فتره طويله وبيعاني. كل اللي بنسمعه من الساده المسؤولين عن نادي الزمالك ان احنا في ازمه وما بنسمعش حلول. يعني احنا الناس في نادي الزمالك بتخرج ناس مسؤوله وجوه المكان بتتكلم ان في ازمه. طب ما انا كصحفي بقول ان في ازمه، حضرتك كاعلامي بتبروز ان النادي ده خلاص رايح انت قلتها على الهواء كابتن ابراهيم، قلت الزمالك على شبح الافلاس. الزمالك في الوضع الحالي بعد ما المدير الرياضي اعلن في بيان رسمي والناس كمان لسه مصره على طريق ان هي تقسم الموضوع لفرق. يعني خدت بيان جون ادوارد ان هو بيتخانق مع مجلس اداره الزمالك. ما هو فرقه يا عم، مش وده للاسف وضع. مش هنيجي سكه ولا لا هنيجي سكه. طيب ما هو فرقه ولا مش فرقه يا شوقي؟ البيان بعد بيان امبارح واتضح للصوره انه الامور ماشيه مش في طريقين. بس الموضوع في الساعات اللي فاتت يا كابتن ابراهيم مش كده. الموضوع في البدايه هو جون ادوارد بيشرح في البيان الوضع من اول ما استلم ماليا عامل ازاي، لان طلع ارقام كتير جدا عن الفتره اللي فاتت ان الزمالك صرف 7 مليون دولار والزمالك صرف مش عارف ايه والزمالك عمل ايه وحصل حاجات في صفقات ايه وبتاع. هي اللعيبه خدت فلوس عشان يحصل حاجات ولا حد ياخد فلوس؟ حتى عقد جون ادوارد واقول لك كواليس كمان فيه ما اتقالتش. يعني اتقال ان جون ادوارد جاي بياخد 10% على البيع والشراء. لا ارجعوا لنا يا جماعه البيان، الناس قريته وعارفاه خلاص، حفظوه من امبارح. فاتقال ان عقده مثلا في 10. قالوا اير بيس يا جماعه بعد اذنكم. فاتقال ان العقد مثلا بتاعه الشخصي فيه 10% على البيع والشراء. ده مش حقيقي. جون ادوارد ملوش نسبه في عقده على موضوع شراء اللعيبه. هو ازاي بالعقل والمنطق كان هيتمضي عقد انك تشتري لعيب ياخد المدير الرياضي نسبه؟ العقد موجود فيه نسبه البيع في حاله البيع فقط. في حاله البيع يا كابتن ابراهيم انا بقول لك الكلام ده على مسؤوليتي. حتى في حاله البيع ما هو زمالك برضه مش زمالك برضه. ما هو بياكد الكلام. يعني مأكد الكلام. انت متاكد ولا بتنفيه؟ لا ما بنفيش. لا انت قلت في حاله البيع بس. في حاله البيع ايه اللي يحصل في حاله البيع؟ في حاله البيع ياخد نسبه ونسبه مشروطه كمان جوه العقد. مين اللي ياخد نسبه؟ المدير الرياضي ياخد نسبه ونسبه مشروطه. طب ليه؟ لان هو تقاضى اجل. تعالى بقى نعيد من الاول، قول لي الحته دي تاني. بص يا كابتن ابراهيم، عقد جون ادوارد في نادي الزمالك اتقال عليه كلام ان ليه نسبه في بيع وشراء. ماشي. وان هو ياخد في شراء اللعيب 10%. الكلام ده مش حقيقي، مفيش نسبه في موضوع الشراء. ماشي، انما في نسبه في موضوع البيع. ماشي. جوه العقد مشروطه. ايه مش إيه؟ متثابت. بمعنى ايه؟ في قيم ماليه لازم تجيبها في بيع اللعيب عشان تاخد نسبه. يعني ما تجيبليش في اللعيب 10 20 مليون وتقول لي انا عايز منك 10%، عايز منك 2 مليون. لا انت هتبيع لي بقيم معينه تتناسب مع اللعيبه وموجوده متفرده جوه العقد بشكل كويس. وده مش الموضوع الاساسي بس اللي انا بكلم حضرتك فيه، انا بكلمك في المجمل. لا معلش بس انا عندي سؤال. اتفضل. هو هل ده هو مدخل او ده الدخل الوحيد لجون ادوارد؟ الدخل الوحيد، لا يوجد راتب شهري لجون ادوارد. طيب كمل. فاتعمل له دخل من خلال الموضوع ده. احنا حالتنا الماديه كزمالك ما تسمحش، تعالى نعمل لك دخل من خلال هنا بشرط انك تعمل لنا مداخيل. يعني احنا مش عارفين نبيع مصطفى شلبي ونيمار بقيم كويسه، بيعهم لنا بقيم كبيره وخد نسبه. ماشي. الطبيعي يا كابتن ابراهيم هي كانت بتتعمل بلدي في اهلي وزمالك، وانا مش مدخل الموضوع دلوقتي. بفرعه الاهلي خليك في الزمالك بقى، خليك في الزمالك. انت وكيل لعيبه عشان حتى هتقول اهلي هيقول لك لا ما عندناش وبتاع، وهو الاهلي ما فيش المدير الرياضي ما بيشتغلش بالسكه دي. ماشي. ده ايجنت مش الاداره الرياضيه في الاهلي ما بتشتغلش بالشكل ده. ده شكل يخص الزمالك بس. لا بلدي ولا فرنجي. بص اقعد بقى يا جدع. يلا كمل. انا مش هرد عليه مش هنروح للمنطقه دي عشان خالد عايز لا مش هنروح. لا مش عايز، انا اجي هادي. بس عمرو مش من ضمن عقد جون ادوارد مع الزمالك ان هو كمان يعمل مداخيل 500 مليون غالبا من ضمن بنود العقد على 3 سنين؟ دي حقيقه يا عبد الباسط. هل هو دخل فيها فلوس؟ دخل 30% من 500. يعني دخل 170 مليون. ده اللي قاله في الباب. دخل 170 مليون ومتفرده، والارقام هي متراجعه ما بينه وما بين مجلس الاداره. طيب هاني عبد الباسط هو كاشف للحاله اللي عليها نادي الزمالك في صرخه للاستغاثه اخيره من النادي نفسه. سكه ودغري. حد منكم انتوا الاثنين يقول لي ما هو الموقف دلوقتي داخل نادي الزمالك؟ حد يقدر يشرح لي الموقف دلوقتي؟ حاول اشرح للناس. الموقف ان في اتصالات وجلسات ما بين مجلس الاداره وجون ادوارد لمحاولات الحل. لان زي ما انا بقول لك انا اللي اطلع اقول يحل ايه؟ مين معاه فلوس؟ مين هيدي لمين ايه؟ يا كابتن ابراهيم، هو دلوقتي انت كمجلس انا عمرو جاب الله احل لك؟ حضرتك تحلله؟ لا. جون يحلله؟ شوقي يحلله؟ ماشي. مجلس الاداره هو المسؤوليه كامله يجيب له بقيه الفلوس عشان خاطر يحل.
والمشكله برضه يا كابتن ابراهيم مش مشكله مدير فني والزمالك ما عندوش رفاهيه ان احنا نتناقش ان احمد عبد الرؤوف حلو ووحش ومدير فني اجنبي ولا مدير فني مصري. الزمالك عنده ازمه ماليه يا جماعه كبيره واصله لدرجه انت حضرتك قلت شبح الافلاس، انا بقول لك الافلاس. شو اتفضل يا باشا. لا ما انا بسالك اهو الموقف دلوقتي انا عامل شايف إزاي انه بقى؟ الفتره الحاليه مين امبارح جاي حصل بيان. مين جاي بعد عبد الرؤوف؟ بص جاي دلوقتي طارق مصطفى نتكلم ولا طارق مصطفى مش احسن انا حاجه شايف مع انه جون إدوارد؟ فكره زي ما انت بتقول، فكره انه 3 اسامي هي مطروحه في الوقت الحالي، كابتن طارق مصطفى وكابتن خالد جلال كابتن معتمد جمال حتى هذه اللحظه. تمام. كابتن طارق مصطفى هو فسخ عقده مع نادي اهلي بني غازي، والمفروض انه وصل مصر في الساعات الجاريه، اسمه مطروح. ولكن المعلومه اللي عندي ان في الساعات الجاريه ممكن يكون حالا بتحصل جلسات ما بين جون ادوارد مع اداره نادي الزمالك، وتحديدا كابتن هشام نصر كابتن حسين لبيب ربنا يشفيه بره مصر، اجراء بعض الفحوصات الطبيه بيتم فيها الحديث عن فكره الخطوه الجايه، لان الزمالك عنده ماتش بعد بكره. الزمالك عنده ماتش في كاس الرابطه بعد بكره. اللعيبه اتمرنت النهارده؟ اللعيبه اتمرنت النهارده بشكل طبيعي مع كابتن احمد عبد الرؤوف. بعد التمرين هو ودع اللعيبه وودع الجهاز وهو فضل. كابتن احمد عبد الرؤوف من كلامي معاه بقاله فتره هو بيفكر يمشي. خد بالك الموضوع من وجهه نظري ريح الطرفين. لانه بعد التصريحات بتاعت كابتن احمد عبد الرؤوف كان في استياء داخل مجلس اداره نادي الزمالك من التصريحات شويه، ان هو قال انه ما فيش فلوس والكلام ده كله. فهم حسوا انه زي نوع من انواع ايه، انت بتقول ان ده السبب في الوقت الحالي ان الخله زي ما بقول لك الاداء مش احسن حاجه، انه في مباراه البلديه الزمالك قدر ان هو يتاهل ولكن اداء ما كانش احسن حاجه. الزمالك نجوا من فكره المفاجات بتاعه الكاس.